بما اننا داخلين على بطولة طير انت، المسابقة اللي بتعتمد على اللونج جامب او الوثب الطويل اللي انا كسبت فيها في اول بطولة او اول سيزون ليها بمسافة 4 متر فاصلة 3 في المركز الاول. فانا قررت ان انا اديكم 3 نصايح انا طبقتها عشان تكسب في البطولة في المركز الاول. فيلا ما اطولش عليكم، صلوا على النبي وانا هشوم، وخلونا نبدا في اول نصيحه. النصيحه الاولى سرعه الانطلاق او الستارت بتاعنا، والستارت بتاعنا بيكون جواه 3 نقاط اساسيه، واولها البوزيشن او الوضعيه اللي انت بتكون عليها في الستارت، بحيث انك بتتني ركبك وبتتني ظهرك كانك هتمشي، ولكن الفي اللي انت بتعملها بتكون زاويتها اعنف واوسع، بحيث ان هي تدي ستارت قوي جدا من غير ما انك تتزحلق، وتخلي رجل قدام ورجل ورا علشان ما تفقدش قوه في البوش التاني. فهمت الوضعيه اللي انت هتقف عليها وتستارت منها؟ يجي بعد كده الستارت نفسه. في الستارت نفسه في تكنيك قوي لازم تركز عليه، وهو الشورت بوش، بحيث انك ما تدي بوش بتخلي رجلك ما تبعدش عنك، ما تديش البوش اللي انت بتعمله في الكروز العادي، لا انا عايزك تدي بوش كأنك بتجري من غير سكيت، وتخلي رجلك اللي انت بتدي بيها البوش ديت ما تتفردش لاخرها، ما تبعدش عنك، لانها وانس ان هي بعدت عنك ده معناه ان احتماليه ان رجلك تتزحلق احتماليه اكبر. وديت النقطه الثالثه في الستارت بتاعنا، انك تحاول على قد ما تقدر تقلل الزحلقه بتاعت رجلك، علشان ده بيخل بالتوازن بتاعك وممكن يبوظ الجنب بتاعك ويقلل السبيد، بما ان احنا اللي عندنا المسافه اللي احنا بنجري فيها محدوده. لازم تركز في كل بوش وتستغل كل باور ممكن تقدر تطلعه في الستارت بتاعك في المسافه القليله دي. وبعد الستارت بتاعك، بعد ما خدت الزخم بتاع السبيد وحاولت تقلل الاحتكاك او زحلقه الويلز على الارض، دلوقتي تخلي الستبس بتاعتك من بدل ما تكون هي قصيره تكون بعدها طويله، بحيث انك تكمل الفلو بتاعك، وده مش يسبب لك انك ممكن تقع لو كملت على ستبس قليله، وممكن يديلك نتائج سلبيه. فلازم تعمل ميكسنج ما بين الخطوات القصيره والخطوات السريعه. النصيحه الثانيه وهي البوزيشن او الوضعيه قبل الجمب. خلاص انت فهمت النقطه الاولانيه بتاعه السبيد وطبقتها بشكل كويس، وخدت اعلى استفاده من السبيد بتاعك او المسافه اللي انت هتجري فيها. هيبقى عندك العصايه اللي انت هتجمب من عندها، مش ينفع تاخد كل المسافه تاخد سبيد فيها، لا لازم يكون قبل العصايه بمسافه كافيه على حسب سرعتك تاخد البوزيشن بتاع الجمب. ففي تكنيك او نصيحه اللي انا كنت عايز انصحكم بيها، اللي هي وضعيه الايد ووضعيه الجسم مع انحناء الظهر، اللي بيقلل مقاومه الهواء ليك، بحيث انك ما تضيعش السرعه بتاعتك حتى لو كانت تاثير بسيط جدا، وهتساعدك في الجمب بتاعك، وبالتالي جمب قوي ومسافه ابعد. وتالت نصيحه واهم نصيحه، اللي انت لو طبقت اول خطوتين صح وما عملتش التالتة فيعتبر انت ما عملتش حاجه، وهي الجمب. وفي تكنيك مهم جدا وقوي جدا انت لو طبقته في الجمب بتاعك هيبقى الجمب بتاعك ابعد واقوى بشكل كبير جدا. ويلا عشان احنا قرب نخلص. طيب الجمب بالنسبه لنا بيكون عباره عن اكتر من نوع، ولكن اهم نوعين بالنسبه لنا اللي هو الجمب او اللي تدي الباور بتاع الجمب بتاعك بيكون لفوق او بيكون لقدام. طيب يا هشوم، هنحتاج اي نوع جمب بالنسبه لنا او نودي الباور بتاعنا فين واحنا بنعمل اللونج جمب؟ اللونج جمب بيحتاج الاثنين، ايوه زي ما انت سمعت، بتحتاج ان الباور بتاعك يكون فوق بحيث انك تاخد اطول وقت فوق في الهواء، وتحتاج انك تروح لقدام بحيث انك تبعد لابعد مسافه بزياده للسرعه اللي انت واخدها. اغلبنا بيعمل جمبات نفس الجمب دهوت ويكون فيها ستايل، ودي جمبات مش وحشه ولكن مش هتكون فعاله معاك في البطوله. الوضعيه اللي بتخليك تستفاد اعلى استفاده من الجمب الخاص بيك الوضعيه ديت، اللي انا ممكن اسميها وضعيه السي، بحيث ان هو جسمك بيكون شبه حرف السي، فبالتالي بتاخد اعلى استفادة من الجمب. طيب خلينا نشرح البوزيشن ده بشكل سريع. رجلك بشكل عام بتكون متنية لورا، وايدك برضو معاها في نفس الشكل، وهتحس ان هو جسمك كله متقوس لقدام، بحيث ان هو انت بتشد ظهرك وبترخي عضلات بطنك بحيث ان هو يديك البوزيشن ده. طيب يا هشوم، هيفيدني ازاي البوزيشن ده؟ بشكل عام المقاومة بتاعة الهواء في الوضعية ديت بتكون افضل، وبتخليك تاخد مسافة ابعد بشكل كبير جدا. وحاجة مهمة وجدا جدا جدا اللي هنشرحها في الجزئية اللي بعدها. والنصيحة الرابعة والاضافية، ودي السر اللي فعلا كسبني في البطولة اللي انا دخلتها بالمركز الاول، وهي تأخير اللاند. حط في دماغك اول حاجة الكونسبت ان انا احاول ان انا انزل الارض في اكتر وقت
متأخر علشان اخد ابعد مسافة، لان زي ما احنا ذكرنا قبل كده كل ما بتأخر تعليقتك في الهواء بتاخد مسافة ابعد اكتر. طيب يا هشوم اتدرب ازاي واعملها ازاي؟ تحاول انك لما تيجي تعمل لاند بتقرفص على جسمك كله، وحاول تخلي بالك ما تعملش التكنيك ده هو كتير علشان ده ممكن يسبب لك اصابة لا قدر الله. فحاول انك تسمع لجسمك ان حسيت بألم. بس هنا وصلنا لهذا الفيديو. ما تنسوش الصلاة على النبي. كان معكم هشوم في امان الله الكريم. سلام.